مشاهدينا الأعزاء، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. أعلن نادي الوحدة السعودي مساء اليوم الأربعاء عن خوض مباراة ودية للفريق الأول لكرة القدم ضد الاتحاد أثناء فترة التوقف الدولي الحالي في شهر أكتوبر. وأوضح نادي الوحدة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إكس أن المباراة الودية التي ستجمعه بفريق ستقام مساء اليوم الأحد المقبل الموافق ل15 من أكتوبر على ملعب الأخير. يدرس نادي الاتحاد قرارا جديدا بشأن البرتغالي فيليبي غوتا جناح الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد استبعاده من قائمة الأجانب الثمانية المشاركة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم. وأفادت صحيفة المدينة السعودية أن إدارة الاتحاد تدرس مسألة عودة الجناح البرتغالي غوتا للاستعانة به في المباريات دوري روشن بداية من الانتقالات الشتوية المقبلة. وكشف تقرير صحفي عن آخر مستجدات إصابة أحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد التي تعرض لها على مستوى الرباط الصليبي خلال الفترة الماضية. وبحسب ما نشرته جريدة الرياضية السعودية، فإن الطبيب الإنجليزي الذي أجرى عملية الرباط الصليبي لأحمد شراحيلي مدافع نادي الاتحاد أوصى اللاعب بالدخول فورا في البرنامج التأهيلي الذي وضع له عقب خضوعه للجراحة الخميس الماضي. ويسعى الاتحاد إلى اللعب والاستعداد للمباريات القادمة.